لو انت محاسب جديد او لسه متخرج الفيديو ده علشانك، علشان تعرف الفرق ما بين قيود الجرد الدوري وقيود الجرد المستمر. ما تنساش تراجع الفيديو اللي موجود في الوصف اللي هو بيشرح ايه الفرق ما بين الجرد الدوري والجرد المستمر. هنبدأ مع بعض الجرد الدوري. قيود الجرد الدوري اول حاجة عند الشراء، اول حاجة بتكون من حساب المشتريات الى حساب الدائنون او النقدية. طب لو في مصاريف شراء هتبقى من حساب مصروفات المشتريات الى حساب النقدية. طب لو انا عندي مردودات مشتريات بتبقى من حساب الدائنون الى حساب المردودات المشتريات. طب الدائنون دول او الموردين عاملين لي خصومات، هنقول من حساب الدائنون الى حساب الخصم المكتسب. طب قيود المبيعات بتكون من حساب النقدية او العملاء الى حساب المبيعات. طب لو انا عندي مردودات مبيعات بتبقى من حساب مردودات المبيعات الى حساب العملاء او النقديه. طب الخصم الممنوح للعملاء، يعني الخصم اللي انا بديه للعملاء بتوعي بيبقى من حساب الخصم الى حساب العملاء. ملحوظه مهمه جدا، مفيش قيد تكلفه للبضاعه المباعه مع كل عمليه. تكلفه البضاعه المباعه بتتحسب اخر الفتره بعد الجرد الفعلي. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بس يلا هنكمل الجرد المستمر. أولاً عند الشراء هيبقى من حساب المخزون إلى حساب الدائنون أو النقدية. ملحوظة، أي مصروف هنا بيكون على المخزون بيبقى برضه من حساب المخزون إلى حساب النقدية أو الأرصدة الدائنة. طب مردودات المشتريات بتكون نفس الفكرة من حساب الدائنون إلى حساب المخزون. قيود المبيعات، هنيجي بقى للمبيعات، هي التركية كلها في المبيعات، لأن أنا عندي قيد المبيعات بيتقسم إلى قيدين اتنين: قيد إثبات المبيعات وقيد إثبات التكلفة. أولاً قيد إثبات المبيعات بيبقى من حساب النقدية أو العملاء إلى حساب المبيعات. طب قيد التكلفة بتاعته حساب تكلفة البضاعة المباعة إلى حساب المخزون. طب عندي مردودات المبيعات بتبقى من حساب مردودات المبيعات إلى حساب النقدية، برضه اللي هيكون لها قيد تكلفة، هنرد قيمة المبيعات دي للمخزون مرة تانية، يبقى من حساب المخزون إلى حساب تكلفة البضاعة المباعة. ملحوظة مهمة جدا، مع الجرد المستمر بيتم تحديث المخزون مع كل عملية بيع وشراء. المخزون دايما واضح كمية وقيمة بعد كل عملية. أي عملية بيع دائما بتظهر على قيدين: قيد إثبات مبيعات وقيد إثبات تكلفة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اللي اتعرفنا عليه الفرق ما بين قيود الجرد الدوري وقيود الجرد المستمر. وما تنساش في الوصف موجود رابط للفيديو اللي فات اللي بيعرفك ايه الفرق ما بين الجرد الدوري والجرد المستمر. تابعنا علشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد.